السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. النهاردة معانا تحليل شخصية الجندي الصهيوني المعتقل من قبل قطاع غزة. طبعا لو هنتكلم على لغة الجسد بتاعته هنشوف الصورة دي، هنلاقي إن هو الوضع طبعا بتاع ملامح وشه كلها تدل على الخوف والجبن، والوضع بتاع ايده هنا مش عارف ده عامل الوضع بتاع يانسيبتشي. ولو جينا هنا كبرنا وشوفنا وضع ايده التانية هتلاقي ان هو مخبيها ورا رجله، وده دليل على ان هو خايف فعلا من جواه، وكل دي ملامح تدل على الجبن. لو جينا شوفنا بقى بعلم الفراسة اهم ملمح من ملامح الجبن في شخصية الانسان هي بتبقى الجبهة القصيرة. ده ملمح من الملامح اللي بيدل على ان الشخص ده بيبقى خواف، بيخاف ياخد قرار ويرجع فيه، بيخاف يواجه. برضو من صفات الجبهة القصيرة انه بيبقى شخص متصلب الفكر وعايز كل حاجة بسرعة، وبيدعم معانا موضوع السرعة ده ان عنده لو تاخد بالك الأذن صغيرة. الناس اللي بيبقى عندهم الأذن صغيرة بيبقى عايز كل حاجة بسرعة، ما عندوش صبر يسمع، ما عندوش خلق يفهم، عايز ينفذ كل حاجة بسرعة وعايز يتحرك بسرعة. واللي بيدعم معانا الصفة بتاعة قلة الصبر والخلق الضيق، لو تاخد بالك ان عنده الجبهة طالعة واسعة من تحته بتضيق للأعلى، ده معناه ان هو شخص ما عندوش صبر وخلقه ضيق. ولو تاخد بالك برضو ان عنده هنا فتحة الأنف صغيرة، فده دليل على إن هو إنسان عصبي وخلقه ضيق. الأذن الصغيرة كمان بتقول لنا إن هو شخص بيفتعل المشاكل، بيختلق المشاكل، وإنه ما بيقبلش بالحلول الوسطى. زي ما قلنا من الجبهة إن هو متصلب الفكر، يعني الحاجة اللي في دماغه هي دي، ما فيش أي حل تاني هيرضيه غير ده. لو تاخد بالك برضو عنده في الأذن هنا الفتحة دي ضيقة، وده معناه إن هو شخص أناني. واللي بيدعم معانا الصفة دي برضو إن عنده جانب الوجه مسطح، وأصحاب الجانب المسطح بيبقى عندهم قدر من الأنانية والاستغلال. عندنا برضو في الجبهة بتاعته لو تاخد بالك إن الجبهة ملساء، يعني الجبهة ما فيهاش بروز، وده معناها إن هو بيقول كلام غير اللي هو بيفكر فيه، وإن هو ما بيهتمش بمشاعر الآخرين وبيبقى وقح في كلامه. ولو تاخد بالك إن عنده العين واسعة، فده معناها برضو إن هو لما بيتكلم بوقح، ما بيختارش الكلمات اللي هو بيقولها، بيخبط اللي جواه كده على طول. بتقول لنا ايه برضو العين بتاعته لو تاخد بالك ان عنده هنا بياض ظاهر تحت العين، طبعا ده معناه ان هو عنده ضغط نفسي، وده طبعا بسبب ان هو معتقل دلوقتي. واللي بيدعم معانا صفة الجبهة الملساء ان هو بيقول كلام غير اللي بيفكر فيه، ان لو تاخد بالك ان عنده الجفن العلوي مداري جزء كبير من الحدقة، وده معناه ان هو شخص بيكذب. لو تاخد بالك بقى عنده هنا في الحاجب كده في تقطيعات كده هنا وهنا، ودي طبعا في الجانب العملي. طبعا النص اليمين بتاع الوش ده هو الجانب العملي، والتقطيعات اللي في الحاجب في الجانب العملي دي معناها ان هو فاقد الامل اصلا في الجيش بتاعه، يعني عارف ان كل اللي هم بيعملوه ده في الاخر بطيخ، هو نفسه مش مقتنع بيه وخايف من اللي هم بيعملوه. وده كان فعلا كلامه اللي قاله في الفيديو اللي انا خدت منه الصورة دي. وعندنا طبعا الرقبة بتاعته واضح ان هي رقبة طويلة، فده معناه ان هو شخص متعالي ومتكبر. واخر حاجة هنشوفها معانا هي التراجع في الفم عنده وفي الدقن. لو تاخد بالك ان في تراجع كده في الفم والدقن، وده معناه ان هو شخص انسحابي وانهزامي، وانه شخص ضعيف الشخصية والارادة والاخلاق. انا الصراحة مش شايف فيه اي صفات تدل على ان هو جندي في الجيش، يعني ولا عنده عظم في الحاجب هنا يدل على ان هو شخص نظامي متدرب في الجيش، ولا عنده الفك عريض، ولا الرقبة عنده تخينة تدل على ان هو بيتدرب، ولا عنده المسافة اللي ما بين الأنف والدقن طويلة تدل على إن هو بيستخدم جسمه وبيتدرب. ده إنسان فقد الثقة في نفسه وجبان وخواف ومعندوش إرادة، وآخره يتجاب من على الحيطة بشبشب. عشان بس في خاني أدرعي في لقائه مع قناة الجزيرة كان بيقولك إحنا جيش لا يهاب شيئا ومبنخافش من أي حاجة. اتفضل أدي مثال من الجنود بتاعتكو التي لا تهاب شيئا. وشكرا لمشاهدتكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضه، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة. واحب اقولك ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصامتة، واترككم في رعاية الله وامنه.